نلعب وهناكل وهنستمتع، مش هنبقى طيور ظلام ومش هننام في العسل، بس هنروح في رحله مليانه تشويق ومتعه وسؤال كبير: ليه الناس مش مبسوطة زي زمان؟ التمثيل والمسرح والكتابة تكون سمعة على الفاضي. يعني ساعات احنا كمصريين بندور على اي انجاز وهمي نريح بيه ضميرنا. قعدنا اتفرجنا على كم افلام مش طبيعي وتحملنا كل اعراض الجلطات واسئله تانية كتير قوي. طب هل الفن مؤثر لرؤيتنا للزمن بالشكل ده؟ طب هل الصوره اللي رسمينها للازمان دي حقيقيه؟ أسئلة كتير وكلها هل بس عشان هو اللي فات ده كان كله ليه؟ طب واحنا يعني رايحين على فين اصلا؟ امال احنا بنعمل معرفش ليه؟ يعني لو سالتني النهارده احنا بنعمل ايه هنا، هو الحقيقه انا معرفش الاجابه النموذجيه على الموضوع، بس عارف الاكيد ان احنا ما كناش بنقدم برنامج. البرنامج حاجه ليها سكريبت، بدايه ونهايه، وليها مذيع لابس بدله بيقول كلام للساده المشاهدين. اكيد احنا مش كده خالص. احنا كنا 3 قاعدين على القهوه مره، ومره في صاله بيت ضلمه بنحرق سجاير، بنشرب كوبايات قهوه وبنبص على الشاشه. دايما بنتكلم عن السينما، ممكن ساعات عن المخرجين، ساعات عن الكوره، التاريخ، الحكايات، وكل ده فعلا حصل. بس في الحقيقه هو كل ده كان مجرد حجه عشان نقعد ونتكلم عننا. احنا ما سيبناش حاجه ما رحنالهاش. حتى الكوره لما دخلنا ملعبها ما كناش بنحلل خطط ولا بنعد جوان، كنا بنحاول نفهم ايه الروح اللي بتخلي 11 راجل يجروا ورا حته جلده وبتحرك مشاعر ملايين في ثانيه. كرة البرازيل 82 كانت كرة حرة، ما فيهاش قيود، ما فيهاش واقعية. وساعات لما كنا بنمسك فيلم وبنفصصه ما كانش يعني بيبقى همنا الفيلم ده كام من 10، ولا الإضاءة كانت عاملة ازاي. كنا بنبص في مراية، بنشوف الخوف اللي بيبينه بشجاعة، الطمع اللي بنسميه طموح، بنشوف الغيرة، الوجع والأمل اللي بيصحينا الصبح رغم إن كل حاجة بتقولنا ناموا. كمان واسم التاني نور، اللي بيكره الضلمه ايا كان نوعه، لو كان بقى ظلام خرافه، استخدام دين، اي حاجه ضد العلم والحريه والمستقبل. لو وقفنا قدام ممثل مثلا وهو بيبكي ما بنسالش هو جاب الدموع دي منين، تعمقنا في تفاصيلها، غصنا في اسرارهم عشان نعرف هم ازاي عظماء كده، ازاي شخص يقدر يلمس الحته الضلمه اللي جوايا. البرسونا هي اللي بتقول انت بتتسوق ازاي والناس شايفاك ازاي، سواء البرسونا دي حقيقيه او لا، انت خالقها ولا صدفه، هو اللي بيحدد نجاحك ازاي خلاني اشوف وجعه وجعي انا كمان، مع انه في الاخر كان حبر على ورق. الرحله دي كلها غوص في النفس البشريه وفلسفتها، كنا بنفكك العقد وبنشيل التراب المتداري جوانا. وفضل يصرخ انا مش هموت، احمد سبع الليل مش هيموت، زوجة راجل مهم مش هيموت. سمع مثلا على المخرج بيحرك الكاميرا بطريقه مجنونه، بنحاول ان احنا نشوف الدنيا بعيونه هو، يمكن نلاقي عذر للجنون اللي احنا فيه ده احنا كمان. وعلشان كده الحلقات دي صراحه ما كانتش بتديك ولا اجابات نهائيه ولا اجابات كافيه، احنا كنا بنرمي السؤال وبنسيب الخيط بقى يكر لوحده، يمكن نوصل لتفسير. الإمام ما كانش ليه مثل أعلى غير الشارع نفسه، واللي بيتعلم من الشارع وناسه عمره ما يتوه. الحياة مش كتاب ومش فيلم سينما، والمخرج بتاعه ساب النهاية مفتوحة ومشي. أنا عارف إن إحنا اختلفنا كتير، في أفلام دافعت عنها وأنت شايف إن هي ملهاش لازمة، وفي شخصيات كنت بتكرهها لما قعدنا وفهمنا سياقها بقيت أنت بتعيط عليها. احترامي للاستاذ لطفي لبيب والمخ مكي، هو ايه رصيد مكي؟ مفيش. يعني 5 أفلام بطولة، منهم 2 دخلوا في حيطه، اجزاء كتير من الكبير بصراحه مش احسن حاجه، وده هو المكسب الحقيقي. الهدف مش ان انا اغير رايك ولا ان انا اطلع ابو العريف اللي فاهم كل حاجه، الهدف ان احنا نبص من الشباك التاني، الشباك اللي انا وانت عمرنا ما فتحنا ستايره. كنا بنحاول نفهم ليه الصوره بقت كده، ليه الجمله بتعيش معانا سنين وبتحول لافيه او حكمه، ليه ممكن نزعل على موت شخصيه في فيلم اكتر حتى ما نزعل على ناس بنقابلهم كل يوم في الشارع. لسه احنا بنسال هل خلاص، هل زياد قال كل اللي عنده والحفله خلصت، ولا احنا لسه محتاجين نسمعه؟ الولد اللي عزف العمر كله بصوت عالي سكت فجاه، بس السكوت ده مش موت. يمكن ما وصلناش لحل كل الالغاز دي، بس اتعلمنا ان الوجع الحقيقي مش انك ما تلاقيش اجابه، الوجع الحقيقي انك تبطل تسال. وعشان كده رجعنا تاني عشان نسال ونسال، وانتوا كمان تسالوا معانا، يمكن تلاقي اجابه ويمكن لا، ما اعرفش. جايين نفتكر معاك اللحظه اللي ضحكنا فيها قبل كده، واللحظه اللي سكتنا فيها عشان الكلام ملوش معنى. كل حلقه كانت بتروح في حته، بس في الاخر كلها كانت بتصب في نفس النهر، نهر الانسانيه اللي بتجمعنا انا وانت، وكل واحد لسه بيصدق ان في شاشه ضلمه ممكن تنور حته جوه روحنا كنا فاكرين انها ماتت. انا خالد، وده كان اصل الحكايه، حكايه معرفش.